قبل قليل يا جماعة الخير جاءني أحد الإخوة السوريين بيحكي لي في مجال يا شيخ نصلي على أخوي صلاة الغائب. فقلت له أخوك يعني إذا صلوا عليه في سوريا الجنازة ما بيصير نصلي عليه صلاة الغائب من ناحية فقهية، أنا عندي فيها إشكال فقهي. قال لي لا يا شيخ، إحنا في سوريا الإخوة أو أهلنا في سوريا ما صلوا عليه، مات في إحدى السجون، سجون الطاغية بشار، ويبدو أنهم الآن عرفوا أنه قد توفاه الله ولسه ما صلوا عليه. تخيلوا يا جماعة الخير، صلينا الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله يكون شهيد بإذنه تعالى. تخيلوا يا جماعة الخير الآن والشعب السوري ما زال يعاني من آثار الحقبة السيئة، يبحث عن الأحياء من أحبابه أو حتى الأموات من أحبابه، يتأكدوا عايشين ولا ميتين، يلين أشلاءه من أثر ذلك مخلفات ذلك النظام العلماني البائس المجرم. في هذه الأثناء تخرج ثلة بل شرذمة بلا أخلاق ولا دين ولا إنسانية ولا ضمير، تطالب بأن تكون سوريا علمانية، بل حتى عمموا فيما بينهم ترى انه ما حد يرفع علم الثوره، وكثير منهم اصلا كان مع الشبيحه، مع المؤيدين للقصف بالبراميل المتفجره. جماعه بلا اخلاق ولا قيم. بعدما من الله على الشعب بالتحرر من هذا الطاغيه تطالب بعوده العلمانيه العربيه، العلمانيه التي انتجت سجن صدنايا، التي قذفت واحرقت الاطفال بالكيماوي. هذا ما تريدون؟ أم العلمانية الغربية التي كانت تعرف ماذا يفعل بشار، وما في دولة واحدة من دول الغرب وضعت بشار على قائمة الإرهاب فيما أعلم، بالرغم أنه قتل فوق النصف مليون وأحرق وقتل وإلى آخره، وسكتت عنه بل تآمرت معه وكان تفرج له السجاد الأحمر هو وأبوه. ترى هذه العلمانية التي تريدونها تلعنكم الله دماء الشهداء، تلعنكم جدران تلك السجون، ويجب أن يلعنكم الشعب السوري البطل. أنتم لا تشرفون ولا تمثلون الشعب السوري، وأحذر منكم استجابة لقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.